بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. تعالوا حبايب قلبي النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كنافة جديدة ووصفة بجد اللي يشوفها يقول واو ده متكلف عليها جامد، بس والله احنا هنشوف مع بعض النهاردة مقاديرها بسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص. ولو جبناها من بره بالشكل ده هنلاقيها أسعارها وهمية حرفيا. ايه يا رنودي، انت شوقتينا أكلة كنافة ايه اللي انت هتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة وكمان موفرة؟ تعالي بس ورينا وقولنا ما تشوقيناش. إيه، هنعمل مع بعض زي ما احنا شايفين. هنجيب الكنافة وهحاول اقطعها كده بالسكينة، ليه؟ لانها هي طرية. دي ما كنت لسه جايباها صبحة، ما كنتش حاطاها في الفريزر ولا اي حاجة. طبعا لو حطيتيها في الفريزر بيبقى افضل، ان هي بتتكسر معاكي اسهل. ولو ما كانش مفيش مشكلة، احنا مفيش حاجة بتقف قدامنا بفضل الله. فممكن تقطعيها بالسكينة، وممكن كمان تجيبي مقص حامي عندك ويكون نضيف، السلاح بتاعه نضيف، وتقصي بيه، مفيش اي مشكلة. هنا هنا طبعا الخطوة بتاعتي ان انا بقطع الكنافة اول خطوة في خطواتي زي ما احنا شايفين. وفي نفس الوقت كنت معلقة على كوباية سمنة، وزي ما اتفقنا بيبقى المقدار كوباية سمنة على النص كيلو كنافة. لو كيلو كنافة هيبقى كوبايتين سمنة. وادي الكنافة بتاعتي هنا ما شاء الله اتقطعت وبقى شكلها جميل. طبعا انا ما عملتش الكمية اللي كانت عندي، كانت كيلو، انا ما عملتهاش كلها، عملت نص كيلو بس من الكنافة. وفي الوقت ده كنت انا حطيت عليها 4 معالق سكر، في حدود 4 معالق سكر مطحونين، وبقلب فيها زي ما احنا ما شايفين. بحاول اقلب السكر فيها كده ان يبدرها كلها. حتى لو ركزنا على ايدي هتلاقي عليها سكر بودرة. طبعا برضو للأسف أنا مش عارفة ليه احنا ممكن بنكون بنشتغل وبنحسب الكاميرا شغالة وللأسف بكون مطفية، يعني ده سهو مننا. فطبعا أنا الكاميرا ما جابتنيش وأنا بحط عليها السكر البودرة، حتى لو لقيته على أصابع ايديا هتلاقوا السكر البودرة مع مكان السكر البودرة. ونزلت عليها طبعا بكوباية السمنة بتاعتي وحاولت أدمج كويس. بس قبل ما انزل بالسمنة بتاعتي كنت قلبت السكر البودرة بتاعي على الكنافة بطريقة كويسة جدا، يعني ان انا بدرتها كلها بيها. ونزلت برضو بالسمنة، فبحاول ان انا كأنك بتبسي عجين. بصوا يا جماعة، اللي هو انا عايزة اغلف الكنافة الناجحة زي ما قلنا قبل كده. ونزلت برضو قبل كده وصفة الكنافة وقلت كل اسرارها، ان انتي بتبسيها بالسمنة كويس. وهنا كنت جبت الكب كيك بتاعي اللي انا هعمل بيه الفورمة بتاعتي النهاردة. واللي ما عندهوش الكب كيك انا عندي برضو البديل هقوله لكم دلوقتي. كل حاجة زي ما احنا قلنا بفضل الله مش هتقف قدامنا، كل حد على قد امكانياته اللي عنده بيمشي، وما يبقاش مكسوف او متضايق او زعلان، بالعكس. يعني والله الحاجات اللي بتبقى اسهل من الكب كيك كمان، او الحاجات اللي ابسط منها بتبقى جميلة وبتدي نتيجة احلى كمان من الكب كيك والله العظيم. زي ما احنا شايفين بحاول انزل الكنافة بتاعتي وبحاول ان انا اضغطها كويس. وناخد بالنا ان الكب كيك يا جماعة ما بياخدش وقت معانا في السوا في الفرن. وهنا بالنسبة لاخواتي الجداد، يشتركوا بالقناة ويفعلوا الجرس عشان يوصلهم كل وصفاتي وكل جديد، وما ينسوش يفعلوا الجرس. وبالنسبة لاخواتي اللي هم يعني معايا على القناة اللي مشرفيني واللي هو انا بشكرهم بجد على الدعم وكلامهم الحلو ليا. ربنا يوفقكم كلكم جميعا لكل خير وسعادة، وكل خير تتمنوه زيادة، اللهم امين يا رب العالمين. ودي دايما دعوتي ليكم. لما بشوف تعليقاتكم والله العظيم مش مجرد ان انا بس بكتبها، بالعكس انا فعلا من كل قلبي بدعيلكم ان ربنا يرزقكم كل الخير والسعادة اللي في الدنيا. وخدوا بالكم انا لما بدعيلكم
بادعي من قلبي، لإن يعني ما حدش واخد رزق حد، ولا حد واخد سعادة حد، كل واحد ربنا قاسم له حاجة بيشوفها. وبيحضرني هنا مثل قديم جميل جدًا، كان يقول لنا: "الدُّكان جنب الدُّكان والرزق على الرحمن." المثل ده كانوا بيقولوه لمّا يكون 2 فاتحين مثلًا سوبر ماركت جنب بعض، أو بقالة، أو 2 ترزية، أو أيًا كان من النشاطات يعني بتاعة المحلات. لمّا يكون 2 فاتحين جنب بعض ويقول له: "ياه! يعني يعني هو الراجل شغال وليه حبايبه هنا." ومن الكلام ده، "طب أنا أفتح أقطّع عليه؟" يقوم ردِّد عليه ويقوم قايل له إيه، يقول له: "يا عم افتح الدُّكان بيبقى جنب الدُّكان والرزق بيبقى على الرحمن." يعني كُلّنا بنُرزق، وكُلّنا آمم لينا رزقنا عند ربنا مكتوب، ما حدّش بياخد من رزق حد. وطبعًا الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال، والحمد لله على أرزاق ربنا، و والحمد لله على ستره ورضاه. أهم حاجة والله العظيم رضا ربنا. اللهم لك الحمد على كل حال. وهنا حبايب قلبي، معلش والله لو كنت وجعت دماغكم بكلامي، بس بجد أنا بابقى فرحانة وأنا باتكلم معاكم. وهنا الكنافة زي ما إحنا شايفينها بتاعتي ضغطتها في الcup cake، يعني باحطها في الcup cake كده زي ما إحنا شايفين وباضغطها. طبعًا هي جواها سمنة، فهتبقى بُصّوا يعني ما تقلقوش، هتبقى معمولة برّه وجوّه، يعني متحمّصة برّه وجوّه من السمنة اللي فيها، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. وهنا تعالوا حبايب قلبي بُصّوا، إحنا هنا خلّصنا الcupcake أهوّة، أنا هانضّفه بس كده من حواليه بمنديل. وتعالوا بس أنا عايزة أقول لكم على البديل بتاع الcupcake. بُصّوا، بتجيبي فنجان زي ده وبتحاولي إن أنتِ تضغطيه كده. بُصّوا، عايزة أقول لكم إن أنتم ممكن تحطّوا حشوة في النُص، اللي هو المكسرات بتاعتِك، وتقومي مغطية من فوق كمان. يعني دي فكرة تانية بتبقى جميلة، إن شاء الله هنعملها مع بعض بالتفصيل برضه. بس دي برضه يعني بادّيها لِك نبذة كده، ممكن أنتِ تعمليها قبل ما أنا ما أنزّل الوصفة كمان. بُصّوا، بتضغطيها كويس، بتطلع جميلة زي الcup cake وأحلى كمان. بُصّوا، بتضغطي كده من جنب واحد، شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوة. طب قولوا لي بقى، يعني والله بتبقى أحلى من الcupcake كمان. أهو بُصّوا، من هنا ومن هنا وكُلّه تمام. ممكن بقى تعمليها وتحطيها بترصيها في الصاج بالشكل ده، وبتبقى جميلة. يعني صاج نضيف، وبتقومي راصة اللي هي بتاعة الفنجان دي، بترصيها في الصاج وبتدخّليها الفرن عادي، على نار متوسطة، يبدأ إن هو تتحمّر معاكِ، بس طبعًا الفرن بيكون ساخن. آدي أهوّة الcupcake نضّفته، واحاول أنضّف بقى الدنيا حوالين مني، أيوه. وادي دخّلتها الفرن يا جماعة. بس أهم حاجة خدوا بالكم الcupcake بيستوي بسرعة. هنا الشربات بتاعي اللي أنا كنت عاملاه وبانزل بيه كده على الكنافة. طبعًا هو كوبايتين سكر على كوبايتين مَيّة، وبتنزلي عليهم بليمونة، بتدوبيهم بس بالراحة كده شوية قبل ما بتحطيهم على النار على قد ما بتقدري، وتقومي عاصرة عليهم ليمونة، أو حتى لو ما دوبتيهمش على نار هادية كده، وبيبدأوا يستووا على النار مع الليمونة، بيدّي بقى نتيجة الشربات الجميلة دي. طبعًا زي ما إحنا عارفين، لا إما الكنافة بتبقى سخنة، لا إما الشربات هو اللي بيبقى سخن، حاجة من الاتنين اللي بتبقى سخنة، عشان تدّيكِ القرمشة بتاعة الكنافة. دي بالنسبة للناس اللي يقولوا لك: طب إحنا بنعمل الكنافة ليه بتطلع معانا طرية؟ لإن أنتِ بتحطي الكنافة، وهي بتطلّعي الكنافة سخنة وبتحطي عليها شربات سخن، فبالتالي فهي بتطرى معاكِ. أيوه، بُصّوا يا جماعة، والله العظيم حاجة كده جمال وفاخر من الآخر. أنا عايزة أقول لكم إن الcupcake التاني ده كان هيلدع مني، الحمد لله إن هو طلع جميل جدًا وربنا ستر. وهنا بقى سر طريقة الكريم شانتيه من غير لبن. بُصّوا يا جماعة، الطريقة دي موفّرة ومدبّرة، أنا قُلت لكم النهارده هنعمل حاجات كتير، يعني موفّرة جدًا.
الكريم شانتيه من غير لبن بتعمليه ازاي؟ بتحطي له، يعني انا بصوا هتحتاجي في الوصفه دي تمن كيلو تمن كريم شانتيه. تمن. انتوا متخيلين؟ وشوفوا دلوقتي هعمل بيه قد ايه. وعاوزه اقول لكم اقسم بالله ان تقريبا انا ما استخدمتش غير نص كميه الكريم شانتيه اللي طلعت. بصوا دول معلقتين سكر بودره. بتحطي التمن الكريم شانتيه، ماشي، ونزلنا عليهم بمعلقتين سكر بودرة. والسر معايا النهاردة بدل اللبن هتنزلي بمية متلجة. مركزوا معايا، مية متلجة. وبتحطوا شعرة فانيليا بتبقى جميلة برضو، شعرة فانيليا. هنا بقى بصوا بطلع اهوت، بتطلعيه بالراحة من الجنب. ولو حسيتي ان هو لزق بتخبطي كده الكب كيك في رخامة ولا حاجة من تحت، تلاقيه ان هو بدأ يتحرك ويطلع معاكي بسهولة. شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة، والله العظيم حاجة جميلة وتحفة. نص كيلو كنافة هتعملي منهم كمية لولادك وهتفرحيهم وهتبسطيهم فوق الخيال. وتمن تمن كريم شانتيه، انا عايزه اقول لكم التمن تقريبا يكفي معانا كيلو كنافه. بالطريقه اللي انا بعملها دي هيكفي معايا كيلو كنافه. التمن ثقه في الله طبعا وبركه ربنا. ادي كريم شانتيه بنزل بيه على الكنافه بتاعتي زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم ولادي انبهروا بالطريقه دي، وليه طعمها وهم. كانوا بيتخانقوا عليها، والله كانوا بيتخانقوا عليها. بيقسموها كل واحد ياخد كام واحدة. ادي اهو زي ما احنا شايفين الكريم شانتيه. شوفوا القبات طالعة جميلة ازاي، القب بتاع الكنافة طالع جميل. تعالوا بقى بصوا الكنافة الكنافة ايه، بصوا المانجا دي. بصوا يا جماعة برضو انتوا النهاردة من باب التوفير والتدبير، والله العظيم انا كان عندي طبعا مانجاية في الفريزر كده في التخزين. عايزة اقول لكم يعني انا استخدمت في الوصفة بتاعتي نص المانجاية. متخيلين؟ يعني برضو الكيلو كان ياخد معايا منجاية. انا يعني انا مش عارفة انتوا هتصدقوا ولا لا، بس ربنا شاهد على اللي انا بقوله لكم. يعني وصفة والله سهلة وجميلة ومدبرة. حطيت عليها معلقة شربات. بصوا السر ان انتوا بتحطوا عليها معلقة شربات وبتقلبوها كويس. انا قطعتها مكعبات لان هي كانت متلجة زي ما انا بقول لكم، فطبعا كان تقطيعها بالنسبة لي مكعبات كانت سهلة. وعايزة اقول لكم انتوا لو رحت عند فكهاني وقلت له وزن لي المانجتين دولت إيه، وحطيتي منها واحدة عملتيها عصير لولادك والتانية عملتيها لهم كنافة بالطريقة دي، طبعا إيه هتبقى جميلة قوي. او حتى لو انت عايزة ان انت تبقي تعملي لهم إيه وصفة زي كده بالمانجتين، فاللي انت تبقي جايبة المانجتين لوصفات زي كده، والله برضو جميلة جدا. وزي ما قلت لكم والله العظيم يعني انا مش عايزه اقعد احلف كتير لان في ناس بتنتقد حلفاني، بس انا والله من كتر مصداقيتي فانا بحلف. ان اخدت معايا نص منجايه، والكريم شانتيه اللي هو الطمن عمل معايا يعمل معاكي كيلو كنافه. بصوا الكريم شانتيه وبصوا الكنافه وشفتوا القب عامل ازاي ومتحمصه بره وجوه. يعني بصوا ما تقلقوش منها ابدا. وصفة جميلة وسهلة وبسيطة جدا، جربيها وابسطي ولادك وابسطي جوزك وحبايبك. وصفة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما قلت لكم. يعني تكاليفها حاجات بسيطة، ولو انت بتجيبيها من بره بالشكل ده قوليلي انت هتجيبيها بكام. احنا ما كلفناش يا جماعة غير نص كيلو كنافة وقولي يعني بتكلم على نص كيلو كنافة ونص تمن كريم شانتيه ونص منجاية، وطبعا الشربات عندك. يعني بصوا شكلها عامل ازاي، والله طعمها يعني طعمها حاجة تانية كمان. عايزة اقول لكم ان هي حاجة مقرمشة كده بالكريمة بالمانجا الساقعة المتلجة. جمدان وهم فعلا. ما تنسوش حبايب قلبي تعملوا لي لايك وشير واحلى كومنت من احلى اخوات في الدنيا.
وطبعًا الناس اللي داخلة جداد يا ريت تعملوا لي اشتراك وتفعّلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ويا ريت يا جماعة نشاهد الفيديو كامل، يعني حتى يعني إيه حسسونا بمجهودنا شوية، الفيديو يا ريت نشاهده كامل. جربوا وصفتي وادعوا لي بجد وهم. باي.